واللي يصير بعدها تهتز هذه الشجرة وتطلع صوت، بمعنى الصوت يعني اللي يقول به يقول انه رضيت عنكم. بعد ذلك يبلشون بالاحتفال الحقيقي، انه يشربون خمر وللصبح تكرس، يعني يقولون القبول للصبح، لدرجة انه واحدهم الصبح ما يقدر يقوم من قد التعب، من قد الارهاق اللي صار بالليل، يعني فحالهم حال اي قوم بعد ما يكونون ظالمين لانفسهم وظالمين للكوكب بشكل عام. يرسل لهم نبي، فأرسل لهم نبي لم يذكر اسمه بالقرآن، ولكن أغلب الروايات تقول أنه حنظل بن صفوان. هذا النبي بلش يجيهم من أجل أنه يقول لهم يابا هذه العبادة غلط، هذا الكلام غلط، أكو هنالك إله واحد، إله قادر، إله مقتدر، هو الواحد الأحد اللي ماكو غيره. بلشوا يستهزئون بكلامه ويكذبونه ويزعجهم، بلش يزعجهم كلامه، انه له كلامه هو الحق، والحق دائما ما يزعج اهل الظلم. وبلش اكو فئه معينه من الناس بلشت تروح ويا هذا النبي، هي الفئه اللي كانوا يغصبونها انه ياخذون، ما كانت مقتنعه بالشجره ولا كانت مقتنعه بالعبادات، ما كانت مقتنعه، وكانوا يغصبونها ان تقدم الغرابيل غصبا ما عليها. بلشوا يروحون مع هذا النبي، خلاص الحق اللي كانوا ينتظرون انه يجي اجى، والرساله اللي كانوا منتظرينها اجت. يعني ما كانوا مقتنعين بالشجره ولا كانوا معتدين، بس ما يعرفون شنو الحق. فلما اجاهم الحق راحوا له بسرعه، راحوا له ركض اصلا. فلما سمع الملك وحاشيته بهالكلام قال لهم انه خلونا نقتله، هذا الانسان جاي يروجنا، جاي يزعجنا، خلينا نقتله. فواحد من الحاشيه قال له لا، اذا قتلناه راح ينقلب علينا الامر. قال له شو راح ينقلب علينا الامر؟ قال له كميه الناس اللي وياه ذول الناس راح يعيشون ينتقمون عليه، راح يصير معركه، راح يصير شوشره في البلاد. فخلينا نسوي شيء نبين لذول الناس انه هذا النبي ضعيف، انه ما يقدر يسوي شيء. بس ايش راح نسوي؟ قال له راح نحرق بيته. وهذا اللي صار بالليل. اجوا بالليل وحرقوا بيته، فطلع ينقذوا عائلته من هذا البيت، وهو صار نيران مشتعله. بلشوا يضحكون ويستهزئون به، لو كنت نبي لاخمدته ومش عارف من هذا الكلام. فالنبي يرفع ايده بالدعاء، تخيل دعاء نبي. فلما رفع ايده بالدعاء بلشوا يستهزئون زياده، بلش يقول له شنو راح تدعي انه المطر ينزل على بيتك ويطفي لك النار؟ لكن النبي دعا بدعاء رهيب. ودعا النبي وقال اللهم اهلك القوم الظالمين واجعل قوتهم سببا لهلاكهم، اللهم يبس شجرتهم وامحو ظلمهم عن الارض واجعلهم ذكر للاجيال. الله. وثاني يوم الصبح صار شيء غريب جدا، تحقق دعاء النبي. بس البحر مالتهم اللي كانت اجمل بحار العالم